الذين يرددون في كل مناسبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يعلمون أنهم يعلنون بهذا ولاءهم الكامل لله ورسوله، ويسلمون له قيادهم إلى المؤمنين، تسوق حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المنكر الذي أصبح اليوم معروفا. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره هو الغنى، والله الذي لا إله غيره هو الغنى، والله الذي لا إله غيره هو الغنى. ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك أن تسمعي، ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك أن تسمعي. الله جل جلاله المرأة أن تحرك رجلها حتى لا يسمع صوت خلخالها، كيف بمن تتكسر في صوتها متميعة في كلامها، تتأوه وتتغنج وتثير كوامن الشهوات. ويا أذني إن دعاك الهوى فإياك أن تسمعي. لماذا نراك عند سماع الغناء قد خشعت منك الأصوات؟ ولو سمعت القرآن من أوله إلى آخره لما حرك لك ساكنا. حب القرآن وحب الغناء في قلب مؤمن لا يجتمعان. ماذا تختار؟ مزمار الشيطان أم كتاب الرحمن؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟